هشرح عن بلبل تريد كروك من هاسبرو. واللي ما يعرفش يا شباب اكيد طبعا هو من بيبليد اكس. والاصدار ده يا شباب كان هو الاصدار ده تطور لبلبل بايت كروك العادي اللي هو من بي اكس، ولكن هاسبرو قررت تعمل له تطور وهيبقى اسمه تريد كروك من نظام سي اكس الانفينيتي او الاكسباند. وطبعا شباب البلبل ده هينزل من تكرر تومي وهاسبرو، وكلنا عارفين ان نظام الاكسباند في السي اكس هو ان البليد بتبقى من 4 قطع. فيلا نشرح عن البلبل. فطبعا اتسرب عندنا يا شباب، فطبعا عايز اقول لكم حاجه. هنا ده بلبل بايت كروك اللي هو اول تطور. المهم يا شباب ايوه سي اكس اكسباند، والبلبل هينزل من تكرر تومي برضه. وطبعا هنا عندنا البلبل من قدام شكله ومن ورا الصراحة، قصدي من الجنب. من الجنب شكله حلو. وعلى فكرة شباب البلبل دوت كل قطعه يعني هو البلبل ده التطور الأول كان هجومي، لكن لما اتطور اللي هو تريد كروك بقى دفاعي. وهنا يا شباب بيرونا مثل الميتال بليد، حرفيا تقدر تطير بلابل زي يونيكورن دلتا وبوليت جريفون. وهنا يا شباب عندنا قطع البلبل، ادي القطع. وهنا يا شباب عندنا المفروض الميزة واللي هي ميزة البلبل، واللي هي المفروض ان هي في الميتال بليد ان هي حرفيا دفاعية، عليها مسننات عشان تخلي البلابل الخصم تبعد عنها. فالمهم اللوكت شباب اللي هي كروك، اسمها كروك، هو من تكرر تومي هيكون اسمه كروك تريد. تمام. المهم اللوكت شاب اسمها كروك. وهنا عندنا اللي هو التمساح وبيعض. وهنا عندنا اسمه ايه ده الاوفر بليد تي. وطبعا هي يعني تعتبر مش عارف هي ايه، ولكن اظن يعني ان هي ليها مناطق دفاعية. يمكن نقول مثلا شايفين هنا 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7، يعني 7 مناطق كده للدفاع يمكن تصد الهجمات. واما الميتال بليد واللي هي تريد واللي هي حرفيا يا شباب عايز اقول لكم ان هي يعني عامله حرفيا زي راتشت 8، ولكن هي 1 2 3 4 5 6 6 تقريبا، اظن 6 ولا ثانية 6 اظن. فالمهم ان ال6 مناطق هي تقريبا عاملة كده يعني الميني بليد صورة توضيحية. المهم الميني بليد ديت عليها بقى نتوءات، والنتوءات ديت بتصد الهجمات البلابل التانية. واما بقى الاسيست بليد واللي هي كيو زي ما انتم شايفين هنا مكتوب كيو، هي برضو نفس الميني بليد ولكن ما عليهاش نتوءات، هي بس كده يعني لو لاحظتوا عشان تتناسق مع الميتال بليد، فشكلها حلو الصراحة. واما بقى الراتشت يا شباب واللي هو 550 اول مرة ينزل راتشت 5 بطول 50. فطبعا ليه 5 مناطق و طوله 50 ملم، وطبعا لون بيجي باللون البرتقاني والاسود. واخيرا وليس اخيرا البت واللي هي جي ان جير نيدل، واللي هي نفس بت نيدل لكن نسخة الجير. وطبعا شباب بت نيدل حرفيا هي قاعدة حادة، وبتبقى لما تسمينها على الاطراف حرفيا بتخلي البلبل يلف لأطول فترة ممكنة ويصد هجمات بلبل الخاص، ويمكن حتى يميل على الأطراف فيعمل هجوم إكس. فالمهم بس ده كان البلبل. وهنا يا شباب عندنا لو لاحظتوا عندنا نفس البلبل تريد كروك لكن نسخة حمراء ونسخة زرقاء. فطبعا يا شباب ايه معنى النسختين دول؟ النسختين دول اظن بقى ده معناه ان البلبل دوت من تكارا تومي هينزل في علبة حظ على ما اظن، علبة حظ ثلاثية على ما اظن يعني. هينزل في علبة حظ ثلاثية يكون برضو العلبة ديت فيها تريد كروك، لكن الفرق الالوان والقطع برضو تكون نفس القطع الاصلي. فهي زي علب الحظ اللي هي الثلاثية بتاعت فوكس براش او كلوك ميراج، لا بتبقى زي كلوك ميراج، بتكون نفس البليد والراتشت والبت لكن بألوان مختلفة. فبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم. عارف شباب ان الفيديو كلاسيكي
ولكن ان شاء الله يوم السبت اعمل لكم فيديو ما يكونش كلاسيكي، ويكون يعني ياخد كده وقت طويل. بس كده، لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، اشتركوا القناه وفعلوا الجرس لتشتركوا على اشعار كل فيديو جديد، واكتبوا لي في التعليقات تتوقعوا ان بلبل كروك تريد يكون اقوى من بايت كروك. فبس كده، مع السلامه.